يمكن اكتر حاجه اتقالت لنا كأمهات ان هي غريزه وسهله وطلعت عكس كده تماما هي الرضاعه. بيتهيأ لنا انها بتيجي طبيعي ومن غير مجهود، بس الحقيقه ان الرضاعه رحله ومش دايما سهله. النهارده معايا ميادة وهنتكلم عن كل حاجه ليها علاقه بالرضاعه. ميادة محمود، استشاري دولي رضاعة طبيعية. هي الحقيقة الرضاعة غريزة وبتتولد مع كل أنثى، يعني كل أنثى فيها غريزة الرضاعة، لكن هي بتحتاج مجهود كبير جدا. بتحتاج معلومات تكون عن الأم، تعرف إن في أب أند داون، تعرف إن في مطبات هتعدي بيها، محتاجة المعلومة الصح عشان تقدر تعدي بيها. اوكي، قبل ما ندخل في التفاصيل خليني اقولك شويه جمل وانت تقولي لي هل دي حقيقه ولا لا. اتفقنا. الرضاعه الطبيعيه ما بتوجعش خالص، ولو وجعت يبقى الام بتعمل حاجه غلط. نو. أول حاجة، هي الرضاعة ما بتوجعش، ولكن في الأيام الأولى الأم ممكن تحس discomfort لأن النبل بتتعرض لحاجة جديدة عليها، لكن مش الصح إن هي تتوجع. طب تقدر تعرف الديسكمفورت ده اوكي مقبول ولا لا ازاي؟ بتحس بعضعضه على الحلمه وهي بترضع ولا لا؟ لان الحلمه المفروض ما يكونش بيتعض عليها. وانس ان هي حست ان في عض على الحلمه، يعني الالتقام محتاج يتظبط. للاسف معظم الامهات، معلش مش مهم اكون موجوعه، بس المهم البيبي يرضع. بالظبط. لكن هي مش مدركه ان كمان البيبي ما بيوصلوش حليب كويس. التقام مش صح، يعني كانك حاطه الشاليمو على وش الميه، هو عمال يشفط فيه لكن بيطلع له رذاذ لبن، فهو مش هيشبع وانتي موجوعه وادرار الحليب مش هيزيد. فبليز لكل ام، لو حسيتي الاحاسيس دي فك الالتقام واظبطيه تاني. لقيت انه مستمر، نبدا نروح لاستشاري دولي رضاعه طبيعيه يحل معانا المشكله. اوكي، فالوجع مش المفروض اصلا انه يكون وجع. لا مش الم، ديسكمفورت. اوكي، لو اللبن قليل يبقى الام مش بتعرف ترضع؟ لا، في امهات ممكن تكون بترضع كويس جدا، فالاجابه نو. اوكي، ممكن الام تكون بترضع كويس جدا، لكن في اسباب حصلت خلت اللبن يقل. في اسباب طبيه، والاسباب الطبيه متعارف عليها جدا. يعني لو ام عندها غده درقيه ومش بتتابع التحاليل بتاعتها كويس ومش بتاخد الادويه بتاعتها كويس، دي ممكن يحصل عندها لو ميلك سبلاي او اللبن يقل زي ما بنقول عليها، دي دنيتها هتبقى كويسه. ام تعرضت لازمه نفسيه، اللبن هيقل. ام عندها ضغط كبير مأثر على نفسيتها، نفسيه الام من اهم العوامل في اضرار الحليب. عارفه انا اكتر حاجه from الاكسبيرينس بتاعتي انه بالذات في اول كام يوم او البيبي صغير جدا، احنا مش بنكون مدركين البيبي محتاج قد ايه قليل لبن علشان يسرفايف اليوم او الفتره الاولانيه دي. فاحنا بنكون حاسين ان هو مش واخد كمالته، بس هو في الحقيقه فعلا واخد كمالته. بالظبط كده. وهنا بيجي ضغط السوشيال ميديا، ضغط الاهل والاحباب. اصله بعيط عشان جعان، اصل لبنك مش كفايه، هو معدته صغيره جدا. بالظبط. فهو بياخد يهضم يجوع. هل التوأم لازم يكون لبنهم اقل عشان الضغط اكبر؟ نو. بالعكس، التوأم بيكون اللبن اكتر. بجد؟ ليه بقى؟ عشان الثدي مصنع. انت بتحفزي اكتر بيديكي اكتر. فعندك 2 بيرضعوا، رضاعة الاتنين مع بعض بتزود لك ادرار الحليب. دايما الام التوأم احنا بنشجعها انها ترضع الاتنين مع بعض عشان تعرف تعيش. في نفس الوقت والا هيبقى في ازمه كبيره. في نفس الوقت. ودور الزوج هنا يجي بقى. يعني دايما لما بتكون ام توأم وجايه العياده، هيبقى صعب عليها انها تظبط التقام اول بيبي وتظبط التقام تاني بيبي في نفس الوقت. بالظبط، عشان زي ما انتي قلتي هو يعني her mental state هو اللي بيقدر يخليها تكمل، وهو اللي بيقدر يخلي السبلاي يفضل موجود. بالظبط كده. التوأم محتاجه مساعده كبيره جدا في كل حاجه. ده الواحد بيحتاج مساعده، فانا مش قادره اتخيل التوأم ممكن يبقوا محتاجين ايه. هل الرضاعه هي الطريقه الوحيده للام الكويسه؟ اكيد لا. الرضاعه مهمه جدا للبيبي، والرضاعة الطبيعية أو لبن الأم، خلينا نقول لبن الأم عشان في بعض الأمهات بتبقى عندهم أزمة في الرضاعة فبيتجه إن هم يشفطوا الحليب ويدوه. أيا كان يعني الطريقة هي إيه، بس لبن الأم هو أهم حاجة للبيبي ومخصص للبيبي بناء على احتياجاته، مرضه، صحته، عمره. بيتغير في الرضعة الواحدة ويتغير بتغير عمر البيبي وفي الصحة وفي المرض بتاع البيبي. ولكن مفيش أم قررت إنها هتدي صناعي أو هتدخل صناعي وكان باختيارها. فالأم اللي ادت صناعي هي مش أم جحدة، هي مش أم شريرة، هي أم اتحطت في موقف
هي محتاجه تتصرف. على طول بيقولوا او بسمع حواليا ان لبن الام ده رزقها، يعني رزق البيبي جدا. فدي مش حاجه ممكن ان انت بتحاولي تاكلي كويس وتشربي كتير وتاخدي فيتامينز وتاخدي سبلمنتس، بس في اخر اليوم ده رزق البيبي، مش حاجه بايد الام انها عايزه تقدر تعملها وهي مش عايزه مثلا انها تعمل مجهود او تتعب لها، بالعكس. بالظبط كده. لو البيبي ما شبعش في 10 دقايق يبقى اللبن خفيف؟ اكبر نو. اوكي. كل بيبيز مصه مش زي البيبي التاني، والبيبي اول ما بيتولد مش زي لما بيكبر شويه. صح. زائد ان في حاجه مهمه قوي، البيبي لما بيبدا يرضع على ثدي الام بيتفرز هرمون اسمه CCK هرمون. الCCK هرمون ده بيخلي البيبي يبقى سليبي، ينام منك وانت معتقده ان هو شبع، تحطيه في سريره جميل 10 minutes يدروب، البيبي عايز يرجع يرضع تاني. فمده الرضاعه بتاعت لو خلص في 10 دقايق هو كده مش باش، دي مش حقيقيه. البيبي ينفع يرضع لغايه ساعه، 45 minutes لغايه ساعه. ما هو بياخد بوزس، هو بيرضع، يطلع له هرمون، يبدا يهدى على ثدي الام، يبدا يرتاح شويه، يرجع يرضع تاني. فهي بروسس بتنتهي بان البيبي يسيب الثدي تماما. انا فاكره قد ايه ساعه الرضاعه كان مهم قوي ان حمزه يكون مرتاح، يعني اي حاجه بسيطه زي مثلا حفاضه مبلوله، اي بلل، اي احتكاك كانت بتعصبه، كانت بتصعب البروسس عليا انا وهو، احنا الاثنين في نفس الوقت. طبعا. ولو الام جت ترضع وحفضت البيبي مليانه، البيبي مش هيبقى مرتاح على ثديها. ودايما بننصح الام انها تختار اكتر نوع حفاض يكون مريح للبيبي، لان لو حصل التهاب او احمرار في منطقه الحفاض نتيجه استخدام نوع دايبر او حفاض مش مناسب، هي هتتعب قوي. يعني هيبقى المغص مع الرضاعه مع كمان التهاب حفاض. فدايما انا بنصح بمولفكس الحقيقه. يعني حتى الجلسات اللي بعملها مع الامهات لما اجي ادربهم والاباء، انا برشح لهم مولفكس. اول حاجه الامتصاص بتاعه عالي، ما بيعملش احتكاك مع البيبيز، ما شفتش منه اي التهاب مع اي بيبي. لو الام بتغير الدايبر بطريقه صح، مولفكس انا برشحه لاي ام الحقيقه. والاب المفروض يفكر في نفسه، هو اللي هيغير الدايبر، فالمفروض يجيب لنفسه نوع كويس ما يعملش التهاب، يعرف يقفله كويس عشان هو اللي هيغير البيبي. قد ايه بقى عشان بتقولي الاب هو اللي بيغير، دي حقيقه. قد ايه من الناس اللي بتجيلك الاب فعلا هو اللي بيغير الدايبر؟ لو الام واخده الجلسات كويس التعليميه هي والاب قبل الولاده، او حتى لما بيجوا العياده بيجوا مع بعض، صدقيني الاب بيعرف كويس اللي الام بتمر بيه، وبيعرف ان ده دوره مش مساعده. اوكي ميادة، دلوقتي هسألك أسئلة جت من أمهات. بحس إن اللبن مش كفاية، هل في علامات حقيقية تقلقني؟ اللبن مصنع، هتاخدي منه هيديكي. كل لبنها موجود على قد احتياج البيبي، ما لم يحدث عوامل خارجية تخليه يقل. فانت هتعرفي ازاي ان اللبن بتاعك يكون عندك مثلا قلق تطلبي مساعدة. في العادي البيبي المفروض بيبل من 5 ل6 حفاض. لو اتكلمنا من وقت الولادة الوضع مختلف، يعني أول بيبي يعمل أول يوم مرة، تاني يوم مرتين، 3، فاحنا هنتكلم بقى الستاندر اللي هو البيبي خلاص عنده أسبوع. اوكي. البيبي بيعمل من 5 ل8 مرات يبل الدايبر. ان انت ما تشوفيش علامات تدل على الجفاف في الدايبر، زي يكون في بقع لونها اورنج، او زي الصدى او نحاسي. البقعه دي بتقولك دي علامه جفاف. استوعب لو شفناها مره خلال اول اسبوع، لكن ما نشوفهاش اكتر من كده، ده بيقولك انا محتاج اكتر. بيبي وصلنا لعمر اسبوع، الستول بتاعه لسه ما بدأش يتغير للماسترد او الاصفر الحبيبي، لسه مكمل في درجات الاخضر، ده بيبي ممكن يكون مش واصل له كفايه. فدي علامات تخليني اقول ده. اما اروح بقى اوزن البيبي، في امهات بالمناسبه بيجيبوا ميزان في البيت. اوكي. اما اوزن البيبي، هو خلال اول اسبوع بيخس من 7 ل 10% من وزنه. مظبوط. عند عمر اسبوعين بيرجع لوزن الولاده تاني. تبدا الزياده الاسبوعيه بتاعته من 150 ل 250 جرام في الاسبوع. الناس بقى معتقده انها هيكمل معانا الى ما لا نهايه، فاحنا كده نبقى بربي ديناصور. مفيش بيبي يكمل مفيش بيبي يكمل بده. هو اول 3 شهور من عمره بيبي لسه مولود ومش مستوعب انه اتولد، وبيصحى ساعات بالليل كتير جدا عايز يرضع كل شويه ويتشير وينام على حد. ده مش معناه اللبن قليل. فنمط رضاعه البيبي مش مقياس انه يقولك ان لبن الام قليل.
لكن في علامات واضحه صريحه اللي احنا قلناها، دي اللي تقول لي احنا ماشيين في الاتجاه الصح. That's very true. وكمان عشان هو ساعات كتير قوي البيبي بيكون مش بس عايز يرضع، هو بيبقى عايز شوية حنان، يتمسك، يبقى يحس انه متدفي، عايز ينام على مامته، فمش مش شرط ان هو يكون لسه جعان. طب هقولك على حاجه بسيطه جدا، لو انت مسافره من بلد لبلد او خارجه مثلا بالبيبي يوم عشان تطعمي ومر بظروف وحاجات كتير خارجيه، البيبي هيبقى هايبر ستيميوليتد، هو بيحس بالتغيير قبل انت ما تحسي بيه. فتوقعي ان الفتره الجايه هتبقى رضاعه اكتر، هيبقى عايز يتشال اكتر لان هو عايز بوندنج. صح. فهو البيبيز مش بس الرضاعه بالنسبه لهم اكل، هي بوندنج، فيلينج، مشاعر، كل حاجه. طيب، وده سؤال جه كتير قوي من الامهات اللي عندهم توائم، ازاي انظم الفيدنج سكادجول ما بين التوائم بتوعي؟ رضاعه التوائم تحدي، بس هو تحدي لطيف لو الام لقيت اللي يساعدوها. كل الاسره تقريبا بتحتاج تساعد. احنا بنعلم الام اللي بترضع توأم ان هي ترضع الاتنين مع بعض، وفي الاول عشان نبقى واضحين وننزل لارض الواقع، ده مش دايما بينفع يحصل في الاول. فدايما بنعلم الزوج ازاي يساعدها في ان البيبي التاني يلتقم الثدي. رضاعتهم الاتنين مختلفة عن بعض، واحد بيتحط يرضع ويخلص، والتاني مصه لازي وبطيء ومش بيخلص رضاعته. اللي بطيء ده ممكن يأثر على وزنه نوعا ما لو ما بيفضيش احتياجه وبيتعب بسرعة. فممكن نقول للأم ان الثدي اللي رضع منه انت هتشفطي منه بقية اللبن اللي هو ما اخدهوش، وحد تاني يساعدك في ان يديله اللبن ده بسرنجة مثلا، لانه يبقى ايرلي ان احنا ندخل ببرونة او تيتس. هرجع الشغل قريب، هل اكمل وازاي اوفق؟ ابدأي بمدة كافية قبل نزولك الشغل انك تبدأي تجمعي لبن، واللبن بيقعد في الفريزر 6 شهور، وممكن اكسبتابل لغاية سنة، بس الديب فريزر بيقعد فيه سنة. جمعي بوقت كافي قبل ما تنزلي شغلك، لان ما تتوقعيش ان انت هتطلعي كميات رهيبة. انت ممكن عشان تطلعي رضعة جنب رضاعة البيبي تحتاجي تطلعها على كذا مرة خلال اليوم، وده يعني مقبول جدا. عشان الناس برضو بتعتقد ان لبنها قليل. قبل ما تنزلي شغلك الصبح رضعي البيبي. وانتي في الشغل هتحتاجي تشفطي كل من 3 ل 4 ساعات. خلي معاكي ايس بوكس عشان تعرفي تحفظي فيه اللبن او تنقلي اللبن من الشغل للبيت. مهم بقى زمايل الشغل تبدأ تعرف منهم فين المكان الانسب ان هم يشفطوا فيه، خزنتوا اللبن فين. دي الفايدة بقى من الجروب سبورت اللي موجودين معاكي في الشغل. انا ملاحظة ان كل ستيتمنت انت بتردي عليه بالسبورت وبالمساعدة اللي من الناس اللي حواليها جدا. الأم بعد الولادة على طول بتبقى الله أنا ولدت بيبي جميل قمر، بس بتبقى حتة أنا مفيش بوندنج مع البيبي أو مش حاسة حاجة مع البيبي، مسيطرة على أنها أم وحشة. فلو هي لاقيه السبورت الكافي وحد تراست انها تتكلم معاه ويستوعب الفيلينج بتاعتها من غير ما يحكم عليها هتحكي ده. بس في حاجه اقدر اقولها تخلينا نحس بشويه كومفورت، يعني من حته ان الامهات اللي بتشتغل ولسه بترضع، انه مهما كان يومك ماشي ازاي، انت لما بترجعي البيت وبترضعي البيبي، في سبحان الله هو البيبي بيبعت رسائل ليكي، لما هو بيرضع بيخلي جسمك يبروديوس اللبن اللي فيه الانتي بوديز اللي هو محتاجها في اللحظه دي. فانتي حتى لو شايفه ان انتي رحتي شغلك وما اديتيش البيبي طول اليوم الرضاعه اللي هو محتاجها، انتي وانس ان انتي خلاص you're back home وبداتي ترضعيه، هو كافي، هو متكفي خلاص. البيبي بعد ما بيرجع، وخصوصا الامهات اللي بتودي حضانه بتخاف من ده، مش بس شغل. البيبي بعد ما يرجع هو مش هينساكي، بالعكس هو ممكن يرضع كلاستر فيد كتير ورا بعض، مش عشان برضه لبنك قليل، عشان انتي وحشاه. exactly. فلا المشاعر بتاعت بعد ما الام تنزل شغلها ما بين الام والبيبي، لا هم خلاص في بوندنج حصل ما بينهم، يعني صح. في علاقه ما حدش هيقدر بالظبط. واحساس الامومه ما بيتوصفش، هو احساس غريب من نوعه بيخليكي تتعرفي على مكان في قلبك انت ما كنتيش تعرفي عنه حاجه قبل كده. بالظبط. عشان كده انا على طول بقول ان في رحله الامومه دي كلها الرضاعه جزء كبير ومهم قوي، وهي رحله سيبريت خالص بقى عن الامومه نفسها، يعني هي لوحدها
جزء كبير قوي 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 بياخد من مخنا ووقتنا وجهدنا المنتلي والفيزيكلي. بالظبط كده. السيجمنت دي اسمها real challenges versus expectations. الناس بتصور ان الرضاعة سهلة، ليه الحقيقة مختلفة؟ عشان ما عندهمش الوعي الكافي. بالظبط. it's all about education. الموضوع كده. سهل لو احنا بس عندنا المعلومات بتاعته. قولي لي اعمل ايه امتى وانا هعمله. بالظبط. الام كده بالظبط، فمفيش وعي كافي. اوكي. ايه اكتر خرافة بتسمعيها وبتضغط الامهات؟ لبنك خفيف، لبنك قليل، بيعيط عشان لبنك قليل او لبنك مش مكفيه، لازم تتوجعي. امتى الرضاعة تبتدي تتأثر بالاكل؟ دخول الاكل قولا واحدا الشهر السادس، بعد اتمام الشهر السادس. يعني منظمة الصحة العالمية قالت ده، وزارة الصحة المصرية بتاعتنا قالت ده، الCDC قالوا ده، والجمعية الأمريكية لطب الأطفال. يعني هم كل الناس دي قالت الأكل في الشهر السادس. اوكي. الناس بقى معتقدة إن البيبي لما ياكل هياخد كميات كبيرة جدا. البيبي أول ما بيبتدي بمعلقة ونصها تقريبا مش بياخده. فاحنا أول سنة من عمر البيبي الرضاعة الطبيعية بتوفر له أكتر من نص احتياجاته كمان. مش بس جسديا، الرضاعة بتأثر على المشاعر. ايه اللي يخلي الام تحس انها فاشلة؟ كل ام اتحطت في موقف خلاها اتصرفت بطريقه، اي حد لو اتحط في نفس الموقف ممكن يتصرف بنفس الطريقه، فمفيش ام فاشله. امتى الام لازم تطلب مساعده ومن مين؟ فجاه بعد ما كانش فيه الم وبيبي كبير عنده شهر ونص شهرين، انا بدات احس بالم او حرقان وتطلب مساعده. فجاه جزء في ثدي احمر ودرجه حرارتي بدات تعلى، انا هطلب مساعده. فجاه بدات اتعور بعد ما كانت الدنيا كويسه، انا هطلب مساعده. دي على فكره مساعدات ما بنتكلمش فيها على البيبي خالص او السبلاي خالص. للأم. ده هي كست. اطلبي مساعده. حاجه مش طبيعيه حصلت، اطلبي مساعده. حاجه في صحتك انت، اطلبي مساعده. انا عن نفسي بطلب مساعده من كل من هب ودب حواليا يساعدني في اي، يعني انا بني ادم او ام اكتشفت ان انا ما بتكسفش خالص ان انا اطلب اي مساعده من اي حد حواليا، وساعدني جدا. يعني انا لغايه دلوقتي بطلب مساعدات. يا جماعه اطلبوا مساعده، كلنا محتاجين بعض. وعلى فكره احنا على السوشيال ميديا عاملين الحاجات دي عشان نساعد الامهات. اسالونا واحنا هنجاوب عليكم. بالظبط. طيب عايزه اتكلم عن الاب. ايه بالنسبه لك اهم دور للاب؟ خليك دايما موجود، ومش موجود قصدي بيها موجود في المكان، موجود. It's very deep. موجود في غيار، في اكل، في شرب، في مشاعر، في كل حاجه موجود. احكي لي موقف حسيتي فيه ان انت عايزه تحضني البيبي او مامته. هي جات لي معاها بنوته وكانت فرحانه بيها قوي قوي قوي، وكانت مولوده في الشهر الثامن. فانا باخد منها الهيستوري وبسالها في كام بيبي قبل كده او فيها كام حمل قبل كده. قالت لي ده رقم 8. فانا اتخضيت، فقلت لها طب احنا رضعنا كم مره طبيعي؟ فقالت لي لا هو كان 8 بس كان بيحصل ولادات بدري قوي في السادس، في اول السادس. فدي اول حاجه ربنا يقر عيني بيها. فانا حسيت اني عايزه احضنها وعايزه احضن البيبي وعايزه احضن الدنيا كلها. ونجحت ورضعت. هي جت قالت لي بالظبط انا نفسي ارضعها، ورضعت. احلى حاجه في كل اللي اتكلمنا فيه النهارده ان احنا توصلنا لان الرضاعه مش امتحان ومش مقياس للامومه، ودي رحله كل ست وكل بيبي فريده من نوعها ليهم ولعلاقتهم. ومهما انت عملتي at the end of the day انت بتعملي اقصى مجهود للبيبي بتاعك، وهو او هي عارف انه انت الامان كله وانت الراحه كلها، وانت بتديله البيئه اللي هو يكبر ويكون very well fed او بيكون very comforted. وهو ده دورنا كأمهات في الاخر. دي حقيقه، مفيش ام فاشله.